نعم نحن ضررنا صراحة في هذا الزلزال، ضررت مساكن مغربية. المساكن نعم متخالفة، يعني كاين فيه مساكن إسمنتية ومساكن غير إسمنتية، وهذا ليس عيبا. والله حتى تمشي الكالنيا الريال في اسبانيا حتى تلقى فيها هذيك المساكن، تمشي لكوردوبا وغرناطة تلقى هذيك المساكن، يعني حسب البناية اللي بنوها النهار الأول. نعم عندنا جمالية جمالية المنطقة، إذا سمحت لي خويا، جمالية هذيك المنطقة تكمن في هذوك البيوت اللي من هذاك الطين، فمن الطين خلقنا وإليه نرجع خويا العزيز. بالعكس بالعكس، أجمل ما في هذيك المنطقة هو هذوك البيوت. نعم لأنني أعلم أنا أختي الكريمة، أنا أعلم يعني فكر المغاربة، أنا كمغربي وأنت كذلك، فأنا أعلم فكر المغاربة. أنا عندي أحبابي الآن في الجبال، عندي أحبابي إخوان، عندي عمامي في الجبال عندهم مواشي، كتمشي عنده تقول له تعال يعني ننزل المدينة، ما غاديش ينزل المدينة لأنه هو هناك يعيشوه، هذا يعني دمه وروحه من تلك الأرض. وهذه هي الحالة اللي الإخوان ربما الإخوان الجيران ما يعرفوش هذه الحالة. وأنا أعلم أن كثير من الولايات الجزائرية في الجنوب هي كذلك مسارها مسار بعض القرى في المغرب، هي مدن كبيرة في الجزائر أنا شفتها يعني تساوي قرى مغربية. يعني لو كان جينا نعادل هذا، وأنا لست من يعادل بين الدول، لأنه كل دولة وحالها فيما يخص هذه الحالة. أما إخواننا الليبيين يا أختي الكريمة بعجالة، إخواننا الليبيين، فنسأل الله عز وجل أن يجعل حزنهم فرحة في أقرب القريب إن شاء الله. أسأل الله عز وجل من الدول الإسلامية أن تعينهم ومنهم يد العون. إخواننا الليبيين لم نرى منهم سوءا أبدا والله. أنا الليبيين والتونسيين والمصريين يعني هذا اللي في شمال إفريقيا ناس طيبين طبيعة الحال، لم يقذفوا فينا ولم يأتون بسياسة نفاقية، ولم يعني الليبيين أسأل الله عز وجل أن يبدل حزنهم فرحة في القريب العاجل إن شاء الله، وأن يرحم شهداءهم. هذا هو اللي يقدر، لو كانت بيدي قدرة لأعنتهم بها، ولكن الله المستعان. الدعاء هو اللي عندي. أما فيما يخص الأخير يا أختي الكريمة، هو أنزل أنايا هو الجيش المغربي. والله أنا أطلب من كل يعني أولا أطلبه من السلطات العليا أن يخرج الجيش المغربي علينا نحن كمغاربة، نشكره على الذي قدمه لتلك المناطق المضررة، وهم السباقون وباقون حتى الآن، سواء الدرك الملكي، الأمن الوطني، الجيش. أنا أشكرهم شكرا، لو يصل لهم من هذا المنبر فأقول لهم شكرا لكم ثم شكرا لكم، وأدام الله لكم الخير، وبقيتم ما أنتم عليه بيد العون والتدخل السريع لإخوانكم وشعبكم المغاربة. شكرا أختي الكريمة، وشكرا للإخوان، وأترك الكلمة للإخوان بعد. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك جزيل الشكر. شكرا لك. إبراهيم تفضل. إبراهيم السلام عليكم. عليكم السلام. الإخوة راهم يقولوا لي طلعي البوم الليبي ما راهش طالب ديال خالتي العزاز، إذا بغاه هو راح يطلب كاس أكيد راح نطلعو، بالك يكون في الخدمة بالك. تفضل يا إبراهيم. الله يرحم لك، الله يرحم لك والدينا اختي جوهره، تحياتي لك وللضيوف اللي معك. بارك الله فيك. طلعت اختي جوهره باش نسلم عليك ونقول لك تحياتي لك، ومن هذا المنبر ديالك تنترحم على الاموات اللي ماتوا في الزلزال، الله يرحمهم. امين. والله يشافي دوك المرضى. امين يا رب. والله يعاون خوتنا الليبيين. امين. هادشي اللي كاين اختي جوهره، وراكي عزيزه. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك إبراهيم. أحمد تفضل. شكرا اختي جوهره. بارك الله فيك. شكرا لك. السلام عليكم. أحمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله. تفضل خويا. الصوت مسموع أختي جوهرة؟ أي مسموع مسموع. تفضل. واش الصوت مسموع؟ أي مسموع. تفضل. أولا أختي جوهرة راه تنشكرك جزيل الشكر، وراه أنت أخت غالية وغالية جدا. بارك الله فيك. راه الله يشهد يعني على القيمة ديالك في القلوب ديالنا، وفي يعني في وجودك معنا في الحقيقة، يعني في هذا البلد الحبيب. يعني راه أنت مغربية، ولو كان عندك جنسية جزائرية فأنت مغربية، جزائرية مغربية، ولكن يعني بأخلاق ودماء مغربية وأخلاق مغربية.
يعني راه ما يزيد عليك حتى واحد، لان هذا المغرب، هذا البلد الحبيب هذا قائم على هذه الاخلاق، هذه الاخلاق التي يعني تحترم مغربيات غير المسلم، فكيف بمغربية الإنسان المسلم؟ تحترم مغربية اليهودي الذي نحترمه، والنصراني الذي نحترمه، وإذا كان مغربي عنده جنسية مغربية فتلك الجنسية محترمة ومقدرة، ما يمكنش شي واحد باش يزيد عليها. يعني هذه بلا ما يجي شي واحد باش يتزايد عليك أختي جوهرة. يعني افتخري واعتزي بمغربيتك، أنت أختنا مغربية. بارك الله فيك، شكرا. والله يحفظك ان شاء الله، ويحفظ لك الوالده ديالك، ويرحم الوالد ديالك ان شاء الله رب العالمين. امين يا رب العالمين. وتنعزي يعني انفسنا اولا، ونعزي المغاربه، ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل الشهداء، شهداء المغاربه والشهداء في ليبيا ايضا نعزيهم كذلك، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوب المصابين وهذوك الناس اللي توفوا لهم، اللي عندهم هذه المصائب، هذو فارقوا الاحباب ديالهم والاهل ديالهم. نسال الله عز وجل ان يربط على قلوبهم. كيف قال الاستاذ ديالنا السي بابار، يعني راه عجبتني الكلمه ديالو، في الحقيقه راه تكتب بماء الذهب، الله يجزيه بخير. وابو جهاد يعني من هذا المنبر نشكر هاد الشخصيات، هاد الناس يعني اللي والله لا تنبحث في يعني في جميع اللايفات، يعني تنقلب فين ما لقيت هاد الناس هادو تنقعد، يعني تنلقى الضاله ديالي بحال ابو جهاد، الاخ بابار، الاخ القرش المغربي، الرائي المغربي، انت اختي جوهره كذلك تنقلب اي بلاصه، راه الايامات هذه وين هذه راه تشوشت عليك، تنقل يعني كما تقلقتي ولا شي حاجه وطلع لك داك الشيء، يعني تقلقت عليك في الحقيقه. بارك الله فيك. الله يحفظكم ان شاء الله يا رب العالمين. كيف قال بابار، يعني نتمنى من الاخوه المغاربه يعني ما يسيروش هذوك السفهاء اللي كاين في الجزائر اللي يسبوا المغاربه وتيسميتو، لان الا كاين المغاربه عندهم كيف تيقولوا ان عندهم تربيه الملوك، راه خصهم يلتزموا بها، ما ينزلوا الماء لواحد المستوى، يبقاو في هذيك الانسانيه دهم اللي تبقى فيهم، هذاك الانسان اللي تبقى كتوقع عليه المصيبه وتيتالموا لمصابهم، سواء كانوا في المغرب او خارج المغرب، يبقاو في هذه الوضعيه هذه، راه هذه هذا هو الاصل ديالهم، وهذه الحاله هذه تشرفهم ويعزهم الله بذلك. يعني ما خصهم يغيروا، ما يغيروش، ما ينزلوش لواحد المستوى، راه واحد المستوى راه كيف قالوا واحد الاشاره ديال قالها ابو جهاد الله يجزيه بخير، المساله ديال ما خصك يعني تصارع الخنزير في حظيرته، لان الخنزير ما خاسر والو، هو راه تما فين تينعس وكل شيء، ولكن الا تصرعتي معاه انت اللي غادي تخسر الثياب ديالك وتخسر كل شيء. اذا كذلك الا كاين واحد السفيح، حنا ما تنقولوا راه كاين الجزائريين الشرفاء كذا كذا، حنا الا تنتكلموا على هاد السفهاء اللي تنشوفوا في الوسائل التواصل الاجتماعي اللي تيسبوا المغاربه في ملكهم وفي وطنهم وفي اعراضهم، واسال الله سبحانه وتعالى الله يرجع بهم. كذلك بهذا النظام هذا اللي تيحارب المغرب 50 سنه في تقسيم هذا البلد، ولكن كان الله سبحانه وتعالى راه الله سبحانه وتعالى يرى ويجازي، راه اي انسان تيقلب على الشؤم ولا المصيبه لواحد الاخ ديالو، راه لابد غادي ترجع عليه الامور ديالو، لان الله سبحانه وتعالى الى قلتها انا واحد الوقت في واحد الحوار لواحد الجزائري، قلت لي راه الجزائر لن تقوم لها قائمه، لانها اولا اغتصبت ارض، اخذت ارض من فرنسا، اغتصبت من المغرب، وارض الغصب، ان الانسان المسلم اللي ما يمكنش باش يربح من واحد الارض ديال الغصب الا تيحرقها. انا اصول مغربيه، انا اصول مغربيه، راني كماتكم انتم الملك تاعكم تاع تقسيم. ما عمري محمد الثالث راه متخاطبوا فيه، هو يا الكلب يا الكلب. ما على باليش هذا كيفاش يطلع للسطح، والله ما قديت نفهم. يعوذ بالله يعوذ بالله يعوذ بالله، يا ذا المرخص. حتى لي يجوك وحدين يقولك علاه تفتحي لايفات على الجزائريين، علاه تفتحي لايفات على الجزائر. شفتوا الرخص اللي رانا فيه؟ شفتوا ولا ماكمش تشوفوا؟ اعوذ بالله، غير قادوس والطرطق. يعوذ بالله. هدرت طالع لاصق في السطح، قول كلمه زينه، قول كلمه زينه.
ما شفتش انت وليد الشنقريحه اللي دار عرس كاع على قد هذاك؟ ما شفتاش؟ مرخص والله، غير مرخص، طلعوا لي في راسي انا قسما بالله. شفت هذا ما فهمتش انا كيفاش يطلع للصبح. اللايف ديالك يا جوهره يضرب في العمق، هذه هي الحقيقه. لا اللايف ديالك ولا الطرح ديالك ولا الناس اللي كيشاركوك الطرح ديالك وكذا. الاخوان المغاربه، تسمحوا لي الاخ اللي كان كيهضر انني غناخذ واحد الكلمه مقتضبه. اخوتي المغاربه، سمعوا هاد 600 واحد على قلتها وليست قيمه اللايف ديال الاخت جوهره الذي نعادوا فيه رقم اكثر من هكا، ولكن لانها اصلا الله يسمح ليها غفلت علينا هاد 3 ايام ولا 4 ايام. يا الاخوان سمعوا مزيان وفهموا، شوفوا هذا اللايف انه يحارب، فهموا ان هذا الطرح هذا هو اكثر طرح مضاد للبروباغندا ديال الدرس ديال النظام الجزائري. يا الاخوان فهموها واستوعبوها صاحبي. ما قال الامام الشافعي واضح: الا يعرف الحق حيث تشار الاصابع. راه ملي كتصار الاصابع كلها والتهم والسهوم والاسهم والحرب كلها على طرح معين واضح ومكان معين ومحدد، عرفوا بانه هو الطرح اللي يصلح لكم. فهموه واستوعبوه مزيان الاخوان. تخيلوا ان التلاعب، راه ما خصكم تفهموا البروباغندا، والانسان اللي قاري شويه الصحافه وقاري شويه ديال علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي، فهموا البروباغندا كيفاش كتصايب، كيفاش كتخدم. راه كتخدم بهذا المنطق: حينما يتلاعب الاخر بنفسيتك وبعاطفتك، هكا كتخدم البروباغندا. لا تسمحوا لهم ان يتلاعبوا بكم الاخوان، ما تخليوهمش انهم يتلاعبوا بالنفسيه ديالكم وبالعواطف ديالكم ويجروكم للسياق والرد الفعل اللي بغاو هما بالضبط. السلام عليكم. يبقاو صامدين. وعليكم السلام. يبقاو صامدين شامخين وبقاو على سجيتكم وعلى اخلاقكم وعلى قيمكم الثابته. ولكن بادروا، انا نسمح لكم ما عنديش مشكل واقولها لكم، ان شخصنوا مع اي واحد تيطاول وتيسب، سواء كان مغربي بحالك بحاله ولا سبك او لا سب مغربي بحالك بحاله يتناول نفس الطرح، او لا حتى يسب ثوابت الامه المغربيه. ولكن انك تطاول على شعب كله وانك تقصف الشعب كله ايا كان ذلك الشعب، ايا كان، حتى لو اننا جزمنا بما يقوله البعض، حتى لو كان فيهم ولا رجل رصيد، ولكن كما قلت 40 مليون ويستجيبون منا الإصلاح وليس النفي عموما. بقاو مركزين على إشكاليتنا ومشكلتنا. مشكلتنا مشكلة حدودية، ما عندناش مشكل وجودي، ما عندناش مشكل هوياتي. اول شيء خوتي، اول شيء نترحم على الشهداء وان شاء الله ربي يجمعنا بهم. اسمحوا لي جاني ابيل، اسمحوا لي اخي اللي بيسمح لي بزاف، انا عرفت ما عندناش شويه بننزل يا غالي، معليش شويه وبننزل. في ناس تقول لي انت الاولويه لا انت ليبي اخويا ومرحبا. ليبي وعاي وبا عن جد وعايش في ليبيا، والجزائر بتقعد غص على قلوبكم. الجزائر ديما فوق وصق عليكم. الجزائر تحب ولا تكره. مرحبا بك. الله عليك. ولكن مرحبا بك. انا غنقول لك خويا الليبي، مرحبا بك خويا. هضره شابه خويا، نترحموا على شهداءكم خويا ونترحموا على موتاكم والله يشفي جرحاكم خويا. هضره زياده هذيك خليها عندك صاحبي، الهضره الزايده هذيك تاع تروطوار وتاع برا هذيك خليها عندك خويا. تاع الجزائر فوق الجميع ومن الجزائر فوق الكره الارضيه وفوق العالم، وهذيك هضره تاع بكري خطونا منها. خلونا نهضروا هضره شابه تكبر في خاطر الناس، لعل وعسى خويا يترحموا علينا في الدنيا والاخره. خلينا نكمل غير في دقيقه. الاخوان المغاربه اللي سمعوني مزيان، وحتى الاخوان الجزائريين اللي فيهم ذو العقول النيره والذين هم نادرين ولندرتهم
يعني تعطاهم كل القيمة وكل الاحترام وكل التبجيل أنهم صمدوا أمام ذلك المسح الدماغي اللي دار لهم والمسح الهوياتي. تأكدوا إخواني المغاربة أن ما عندناش مشكل وجودي أو هوياتي، عندنا مشكل واضح ومشكل وبقاو مركزين عليه. إشكاليتنا هي إشكالية حدودية فقط مع هذا النظام. هذه هي المشكلة اللي عندنا معهم، ما عندناش شي مشكلة واحدة أخرى. لا نريد إثبات أي شيء لأحد. مسألة النيف والتشوكير وأي شيء من هذا القبيل ليس من أخلاقنا وليس من تمغربيت في شيء. عندنا مشكلة حدودية فقط. هادو اللي تطلعوا معنا عندهم إشكالية وجودية وتهمهم هم، وإشكاليتهم الوجودية جات من أنهم تمسحوا وتنسف الوجود ديالهم الإخوان. إذا حنا الله يرضي عليكم خاصنا نبقاو مركزين في موضوعنا، مركزين في هدفنا وما نحاولوش نزاحوا لحوايج واحدة أخرى. تحياتي الإخوان، تفضلوا. بارك الله فيك بابا، شكرا لك. كادر تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. متفائلة لي كومونتير. ان شاء الله راكم كاع بخير. بغيت نترحم على خوتنا الليبيين، الله يرحمهم والله يشفي يرحمهم. والله اش غادي نقول، على ما على باليش والله تلفها لي هذاك الليبي اللي كان هنايا هضر واحد الهضره تاع التروطوار تاع برا، ما نبغيش نهضر ما فهمناش والله ما فهمنا. الحمد لله اختي جوهره راكي بخير، واختي المتفائله وخوتنا كاع اللي راهم هنايا. اختي انا ما على باليش الموضوع اللي راكي دايره تاع السيجي، بصح بغيت نسلم عليكم اختي ونقول لكم الحمد لله راكم بخير، وان شاء الله ديما بخير، ان شاء الله ديما مجموعين. والمغاربه والتوانسه والليبيين راهم خوتنا، ما عندنا حتى مشكل معاهم اختي. ضاجيج بارك الله فيك. متفائلة تفضلي اختي. شكرا اختي جوهرة. السلام على الجميع. اخي بابار التونسي كادر، شكرا. صوتك بعيد. متفائلة بعيد جوهرة، سمعي فيا هكا. كملي. تحياتي للجميع اللي في الكاس، الاخ بابار. يا رب الحمد.